هتبطلوا حرفيا تشتروا الكوفي ميكس من بره لانه غالي، وكمان ممكن نعمله في البيت بأبسط المكونات وهيديكم نفس الطعم الجاهز بالظبط. يلا بينا نشوف المقادير بتاعته وكمان المكونات. معايا نص كوبايه اهي، كوبايه العاديه خالص اللي هي كوبايه الشاي اللي موجوده في كل البيوت. نص كوبايه من السكر البودره، وكمان معايا نص كوبايه كريم شانتيه، وكمان معايا نص كوبايه لبن بودره، ومعلقتين كبار كده قهوه. احط كل الكلام الحلو ده على بعض، وكمان بقى دي اختياري اللي هي ايه، رشة ملح صغيرة جدا عشان ايه تظبط الطعم بتاعه. هنقلب بقى ايه الخليط الجميل ده، هنقلبه كله على بعضه ونتأكد ان هو اتقلب كويس جدا. حرفيا هيديكم نفس النتيجة ونفس الطعم بتاع الكوفي ميكس اللي بنشتريه من بره، اللي هو الكيس فيه حبة صغننين وكلنا عارفين الاسعار بتاعته ايه. بص عمل لي كمية قد ايه. هنقلبه كويس جدا، هنتأكد ان كل المكونات اندمجت زي ما انتوا شايفين كده وبقى بنفس اللون والريحة. عايزة اقول لكم ريحة كوفي ميكس فعلا. يلا نعمله ونشوف النتيجة. ومعايا هنا عشان اعمل كوباية كوفي ميكس كوباية عادية كده، حاملة معلقة واحدة بالشكل ده كده، لا اما معلقتين صغيرين زي ايه ما تحبوا. يعني بمعلقة واحدة هنعمل كوباية مج زي ده كده. وطبعا انتوا لو هتعملوا مج كبير يبقى هنملى على المج الكبير معلقتين من الخليط ده. تعالوا بقى نحضره كده مع بعض. معايا المية السخنة طبعا تكون بتغلي. ظبطت السكر بتاعي، حطيت السكر وهننزل كده بالمية تكون بتغلي وهنقلب. نقلب كويس جدا. طبعا انتوا تقدروا تزودوا الكوفي ميكس براحتكم، عايزينه خفيف هتحطوا معلقة، عايزينه اتقل من كده فانتوا هتزودوا. ودي كانت النتيجة. عايزه اقول لكم ريحته تحفه، فانا هدوقه واقول لكم رايي ايه بصراحه في التجربه دي. وبكده نبقى عملنا احلى كوبايه كوفي ميكس في البيت باسهل المكونات، وبجد هتعجبكم جدا جدا. ما تنسوش بقى لو اول مره تشوفوني تعملوا لي متابعه في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا ليكم.